السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وفي احسن حال يا رب. انا بعتذر لكم، انا مش عارف ارد على كل الناس، فانا هرد ان شاء الله باذن الله من خلال الفيديوهات. تمام؟ ولو في اي اسئلة او في اي استفسارات اتمنى، يعني لو في اي اسئله وفي اي استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم بفيديو. انا والله غصب عني عندنا انتخابات الفتره دي في الجمعيه. مبدئيا برضو عشان برضو الناس، الصفحه بتاعت الجمعيه اللي موجوده في الوصف ملهاش اي علاقه بانها تخليك تمثل. الصفحه صفحه الجمعيه كانت بتعمل مسابقه الافضل، ورشه ومسابقه وفيلم. بس احنا لغينا الموضوع ده نهائي. الجمعية كان فيها زمان من 3 سنين كاستنج، واحنا لغيناه ووقفناه نهائي، لان برضو خلاص التعامل بقى مع النقابيين، فما ينفعش ان انت تجيلي وتعمل كاستنج. لازم يكون ليك اعمال، مش لازم يكون ليك اعمال عشان تعمل مع الجمعية، لا خلاص الجمعية نهت موضوع الكاستنج. لازم يكون ليك اعمال عشان تبدأ تدخل الكاستنج. 3 2 1 اكشن. طبعا غبت عنكم والله الفترة اللي فاتت غصب عني. كان عندنا حفل جوائز الأفضل العربية الموسم الثاني، وطبعا عندنا سنة انتخابات، فبعتذر لكم لأني فعلا بجد يعني انشغلت عنكم الفترة اللي فاتت. بس طبعا بشوف كل الرسائل بتاعتكم، بشوف كل التعليقات، وبشوف كل الأسئلة، وهرد عليها دلوقتي حالا. زي ما شفتوا ده كان جزء من حفل جوائز الأفضل الموسم الثاني اللي بتنظمه الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب. أول حاجة وكل الأسئلة بتاعتكم يعني الأغلب بتاعها بيكون مكرر جدا. أنا عايز أمثل، أروح فين؟ دلوقتي إحنا هنجاوب بس على حاجة حصلت الفترة اللي فاتت، وبعد كده هقول لكم ايه الطرق وايه الحاجات اللي احنا ناخدها علشان نقدر ان احنا نوصل للحلم بتاعنا او نوصل ان احنا نمثل. اول حاجة الدكتور اشرف زكي قال ده، وده قرار صريح، نسبة اكتر كمان من 98% هيكون للنقابيين. يعني ايه؟ يعني الناس اللي اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وخدت كارنيه النقابه، هم الناس دول اللي لما يروحوا مكتب الكاستنج او المخرج يعمل كاستنج او اوديشن، دول ان يكون ليهم الاولويه عن اي حد تاني. في مكاتب كاستنج دلوقتي بتعمل كاستنج للنقابيين وكاستنج لغير النقابيين. طيب يعني ايه؟ برضو عايزين نفهم ليه الموضوع ده. لان هم دول اللي اتخرجوا من المعهد، درسوا في المعهد 4 سنين وليهم الأولوية، أو ناس اشتغلت عملت عمل في التاني في التالت. طبعا ده أيام بقى، الأيام اللي فاتت بقى لما كان في أعمال كتيرة وياخد تصريح من شركة الإنتاج ويروح يقدمه في النقابة وياخد تصريح عمل لحد ما ياخد كارنيه النقابة. فطبعا دول بيكون ليهم الأولوية عن أي حد تاني. 3 2 1 اكشن. طيب ايه الحلول؟ دي بقى اللي احنا جايين نتكلم فيها النهارده. اول حاجه يا جماعه بعد اذنكم، في ناس ما بتسمعش الفيديو وبتدخل تسالني فانا ما بردش عليها. انا عامل الفيديو ده وتعب الناس اللي معايا علشان ان انا اوصل لك المعلومه. لما تدخل تسالني هل انا هجاوبك؟ طب ما تكمل الفيديو. لو انت مش حابب خلاص ما تسالنيش. انا عايز امثل، خدنا امثل معاك.
اولا انا الناس اللي بتشتغل معايا في الجمعيه فيهم ناس الحمد لله ربنا كرمهم بقوا نقابيين اشتغلوا بره عمل واثنين وثلاثه واربعه، وفي ناس بتشتغل مسرح. فطبعا الناس اللي اشتغلت معايا في الاول هي اللي ليها الاولويه عن اي حد تاني. بعد القرار هيبقى النقابيين والناس اللي اشتغلت معايا. وطبعا اي حد ليه شغل. طبعا انا هقول لك بالظبط ايه الحاجات اللي انت تقدر ان انت تعملها الفتره دي علشان ان انت تعرف تشتغل وان انت تعرف تعمل حاجه كويسه. اول حاجه ايه الطرق؟ الوقت خلاص بقى 98% للنقابيين و2% هتلاقي منهم كومبارس ومجاميع، وده طبعا انت ما بتمثلش، وهتلاقي منهم يعني في ال 2% دول هتلاقي منهم بيختاروا من الناس اللي اشتغلت قبل كده وليها شغل. طب ما انا هتجنن، ما انا ماليش شغل قبل كده، عايز ادخل اعمل ايه؟ واحد، المعهد العالي للفنون المسرحيه، تروح تقدم في المعهد. طيب المعهد طريق صعب او انا سني كبر على موضوع المعهد، ايه الطريقه اللي انا امشي بيها تاني؟ واحد، ورشه نقابه المهن التمثيليه، اسمها ورشه النقابه، مشهوره باسم ورشه النقابه. طيب ورشه النقابه دي فين؟ اروح اقدم لها؟ لا، هو الموضوع مش سهل برضه، والله ما بصعبها عليك، انا بقول لك الحقيقه. واحد، انت بتروح بتقدم وسط 50-60 ألف بني آدم بيقدموا، وهم بيختاروا طبعا عدد قليل. طب هل الورشة دي ببلاش؟ لا مش ببلاش. دكتور أشرف زكي طلع في برنامج وقال إن هي ما بين 6-7 آلاف جنيه. طيب أنا ممكن أدفع الفلوس وأقدم؟ لا، ما هي مش مشكلة إن أنت مش تدفع الفلوس، المشكلة إن أنت تتقبل في البداية. ال 50-60 ألف دول ممكن ياخدوا منهم مثلا 20-30 واحد. أنت بتحبطنا؟ أنا والله ما بحبطك، بس انا بقول لك الحقيقه علشان ما تتخيلش وخيالك يبدا يوسع. لازم تبقى قوي عشان تروح. طب ايه فايده الورشه دي؟ ما انا ممكن اطلع اخد اي ورشه تاني بره. فايده الورشه دي ان بيديك تصريح من النقابه ان انت تطلع تشتغل بيه بره. الفايده الاهم او الناس اللي كل الناس اللي مقدمه دي جايه الورشه دي علشان الموضوع ده. الناس كلها جايه الورشه دي عشان تاخد الموضوع ده. طبعا برضه الناس جايه عشان تتعلم، بس في نفس الوقت ده برضه حاجه مهمه بالنسبه لهم، ان التصريح ده زيك زي النقابي، او بتتعامل لمده سنه زيك زي النقابي. تقدر ان انت في مكاتب الكاستنج او في الشركات نقابي، يا فندم انا معايا تصريح، خلاص 100 استاذ. ورشه دكتور خالد جلال المجانيه في مركز الابداع بتكون لمدة 6 شهور. طبعا هي مش مجانية، لا ده هي برسوم، بس رسوم بسيطة جدا. بتروح حضرتك بتقدم في الورشة دي لمدة 6 شهور. 6 شهور انت متفرغ للورشة. طب دي برضو باختبار؟ طبعا دي برضو باختبار. طب بتقعد 6 شهور، بعد كده بتعمل عمل فني ناس كتيرة جدا بتشوف، بس بتتعلم تمثيل صح، وغالبا التمثيل المسرحي. تمام؟ على قد اهم مخرج مسرحي في مصر دكتور خالد جلال. قلنا المعهد، وقلنا ورشه النقابه، وقلنا ورشه دكتور خالد جلال. هل في حاجه تاني؟ يا جماعه انا بس مش عايز اقول لكم ان دول اهم حاجات موجوده تقدر ان هي تدخلك في السكه دي، دول اهم حاجات فعلا. طيب في حاجه تاني ممكن تزقني؟ برنامج الدوم ده برنامج على فكره فيه مواهب حلوه جدا، ممكن ان انت من خلاله حد مش يخطفك، لان انت بتتعاقد مع الشركه المتحده نفسها اللي هي بتعمل 90% من المسلسلات اللي موجوده في مصر. عايز ايه تاني؟ فانا قلت لك اهم 4 خطوات سهلين جدا جدا جدا. انت موهوب. في بقى طريق تاني انا ما بحبش ان انا اتكلم فيه، بس انا اقوله لك. انت عايز تبقى مشهور؟ لو انت عايز تبقى مشهور سيبك بقى من التمثيل وسيبك من الكلام ده، شويه فيديوهات على التيك توك وبتاع وكسر الدنيا، اقعد بقى نمي مواهبك فيها. هتلاقي في النهايه ناتج؟ لا، هتبقى مشهور بس زي ما ناس كتير قوي مشهورين
بس بالنسبه للناس العاديه مش معروفين، ما بيطلعوش على التلفزيون. هم مشهورين في السوشيال ميديا والتيك توك انا بدي لك كل الحلول، انا ما بقفلكش حاجه، اهو اديتك الحلول. طيب ورشه النقابه هتلاقي في صفحه النقابه، صفحه نقابه المهن التمثيليه، صفحه نقابه المهن التمثيليه بيحطوا المواعيد بتاعت الورشه. واحد، او لو ليها صفحه تانية برضه هعرف وهكتب لكم ان شاء الله. اتنين، المعهد العالي للفنون المسرحيه موجود في الهرم، في شارع خاتم المرسلين في الهرم، روح وقدم. ورشه الدكتور خالد جلال مفيش حاجه اسمها من الانترنت، لازم تروح الاوبرا مركز الابداع، لان في استماره بتتملي، تعرف المواعيد وتعرف الاستماره وتعرف كل حاجه. برنامج الدوم طبعا برنامج معروف ومشهور وليه صفحته، وتقدر تعرف مواعيد الاختبارات امتى، وبيلف محافظات مصر، يعني هو بيجي لك. في النهايه اللي انا حابب ان انا اقول لكم عليه يا جماعه، بعد اذنكم اتحركوا، مفيش حد هيجي لك بيتك، مفيش حد هيجي لك بيتك عشان يخليك نجم ويخليك مشهور. انا بعرف امثل، الناس ما تعرفش ان انت بتعرف تمثل. تعرف تمثل دي يعني لازم تبقى داخل مكتب الكاستنج معاك عمل. في النهايه بتمنى لكم الخير والسعاده.